الكلام اللي انا قلته امبارح فيما يتعلق بالجدل الذي اثير حوالين الفنانه مايا دياب والصوره الشهيره اللي هي طلعت بيها او فستان الشهير اللي هي طلعت بيه في برنامج ستار اكاديمي. انا الحقيقه وانا بقول الكلام امبارح مش عايز اقول لكم ان انا كنت قلقان وخايف جدا، خايف جدا، لان بيبقى فيه هوجه كده مستنيه تطلع تاكل الواحد اول ما يتكلم في الموضوع، يقول لك انت مش عارف ايه وانت ايه. فانا امبارح خلصت الكلام في البرنامج وروحت مستني بقى الهوجه، ففوجئت الحمد لله، بس مفاجاه ساره وسعيده ان كل الناس فهمت بالظبط اللي انا عاوز اقوله. و95% لان طبعا لازم يبقى فيه شذوذ ولازم يبقى فيه ناس بتشتم ولازم طبيعي، بس 95% من الناس سواء المشاهدين او المتابعين على المواقع التواصل الاجتماعي ايدوني في الكلام اللي انا قلته وفهموا الرساله المظبوطه. انا قلت لكم سيبكم من فكره انها اتحجبت ولا ما اتحجبتش، طبعا هي ما اتحجبتش، وسيبكم كمان من فكره انها قصده انها تتريق على زي الحجاب او زي الفتاه المسلمه، لان انا في اعتقادي كمان ان مفيش مجنون يقصد انه يعمل كده، فدي برضو نستبعدها، وده اللي انا قلته امبارح. لكن هي الفكره انه كان لازم تاخد بالها انه ممكن اللبس ده يبقى اهانه، وان الفتاه المسلمه تشعر وكانها تسخر منها. هي دي الفكره، لكن برضو مش دي الاساس. الاساس الدعوه اللي انا قلتها بوضوح: انتوا ليه يا فنانات يا محترمات بتتعمدوا التعري؟ هي دي القصه. يعني انا دي طول الوقت مش فاهمها. هو انا بعرف، بصوا هقول لكم حاجه، انا الفنانين 99% منهم اصدقائي وحبايبي وعشره بحكم تقارب الوسط الفني مع الوسط الاعلامي، ومعظم الحفلات ومعظم المناسبات ومعظم المهرجانات بتجمعنا كلنا. فانا هقول لكم سر في التركيبه بتاعه الممثل او الفنان بالذات، مش الفنان، الممثل بالذات. يعني المخرج يمكن مش قوي، المنتج مش قوي، الفنان الرسام التشكيلي مش قوي، الممثل بالذات هو اللي عنده الحته دي، وهي فكره إن الظهور، وفكره انه لازم يبقى مختلف، لازم يبقى استثناء عن بقيه الناس. لما تشوف 100 واحد عينك بسرعه تروح لفلان او لفلانه وتقول ده ممثل او فنان. فده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق الزي، عن طريق اللبس. فدايما تلاقوا الفنانين والمطربين كمان شويه والممثلين بالذات يلبسوا لبس غريب. تلاقي الفنان لابس بدله لاميه بتلمع من كل حته كده كانه جايبها من انوار العتبه اللي هي بيعملوا فيها الافتتاحات بتاعت المحلات دي، كهارب. والفنانه تلاقيها لابسه ترتر ومش عارف ايه، وكل الالماظ اللي موجود في الصاغه وكل اللي مش عارف ايه، ورافعه شعرها شنيور ولا شنيون اللي بيعملوه ده، مش عشان في النهايه تسحب العين، عشان ما تبقاش عاديه، ما تبقاش واحده من الستات العاديات، تبقى مختلفه، تبقى مميزه، تبقى استثنائيه. عشان كده لما واحد فينا، اي حد من حضراتكم حتى لو تاخدوا بالكم اللفظ هتلاقوا على لسانكم، لما حد فينا يلبس لبس لافت شويه، لو انا جيتوني لقيته لابس بدله فضي ولا بتلمع وبتاع، يقولوا يا عم الفنان انت عامل كده ليه؟ هو كده. فبقى مربوط دايما باللبس المثير والملفت للنظر ان ده بقى فنان، ده مش بني ادم عادي. صح؟ لحد كده ما عندناش مشكله. يعني لحد الرغبه في التميز والرغبه في الاستثناء والرغبه في الاختلاف والرغبه في النجوميه بعيدا عن البشر العاديين، ماشي يا سيدي، حقهم نجوم ويفرحوا بنفسهم طالما ما بيزعلوش حد وما بيغضبوش ربنا وما بيعملوش حاجه غلط. لكن ان يتحول الامر من الاستثناء والتميز والاختلاف الى الفجاجه، انا مش عايز اقول الفجور عشان ما يبقاش يعني بنتقد السلوكيات، لكن الى الفجاجه الفظيعه في التعري خصوصا للستات في الفن، انا مش عارف ده ايه الحكمه فيه بقى. يعني هل هو ده نوع من التميز؟ هو ده نوع من الاستثناء؟ ان ما حدش يعرف يباريني وما حدش يعرف ينافسني في الفساتين العاريه والفساتين المثيره؟ هل ده نوع من النجوميه الفظيعه؟ يعني كل ما ابقى نجم اكتر، كل ما اقلع اكتر، كل ما شهرتي ونجوميتي تزيد، كل ما اتعرى زياده؟ مش عارف الربط ده فيه ايه، وبيتنافسوا فيها. ورغم سهام النقد الفظيعه اللي بتوجه، زي مثلا الموضوع اللي حصل لهيفا، والقناه طلعت بيان اعتذار بعد فستان هيفا، وهيفا نفسها طلعت قالت لك ما تزعلوش، اصل ما خدتش بالي، اصل ما كنتش اعرف ان الفستان فاضح كده. يعني واضح ان الناس كلها متضايقه. فاي فنانه بعد كده لازم تاخد بالها بقى، تقول لك ما يحصليش زي اللي حصل لهيفا. لا، ده جد فستان انيل اللي هي مايا دياب في الحلقه بتاعت ستار اكاديمي الاخيره. فده كانهم في عند، انت قلعتي ايراد، طب انا هقلع 24 ايراد، واللي جايه ثانيه طب انا هطلع ملطه خالص. طلب يعني هذا التباري والمنافسه في القلع والتعال مش عارف سببه ايه. فانا ارجوكم للفنانات انه الجمال والنجوميه والشهره اولا بيبقى بالاعمال مش بالاجساد.
بالاعمال الدراميه والاعمال الفنيه السينمائيه والاعمال الغنائيه، هي دي اللي بتنجم وهي دي اللي بتشهر وهي دي اللي بتنجح وهي اللي بتحبب الناس فيكم. فبالعمل مش بالجسد، بالفن مش بالتعري. وهي في فئه واحده، هي في فئه واحده يا ساده اللي بتبيع نفسها بجسدها، اللي هم انا اسف يعني الغانيات والساقطات وفتيات الليل اللي بيتعروا قدر الامكان عشان يظهروا مفاتنهم، عشان هي دي سلعتهم. فلما انا اقلدهم واعمل زيهم يبقى انا ايه؟ طب بلاش انا ايه عشان ما تبقاش بتوجع قوي. ابقى انا بشبه نفسي بمين؟ هل انتوا عايزين كده؟ مش عارف. يعني انا اتمنى ان هم يراجعوا نفسهم والقائمين عليهم والمديرين اعمالهم والمش عارف الايه، يراجعوهم ويقولوا لهم انتوا كده بتضيعوا نفسكم. الا اذا كانت دي الشهره والنجوميه، انا مش عارف. يعني انتوا هل انتوا فعلا بتحبوهم بقى؟ يعني مش عارف، يمكن انا اللي غلطان، ولما تشوفوا مايا دياب دي في الشارع تقول لا احنا بنحبك قوي انت جميله قوي بتاع. على فكره ده بيحصل، يعني تبقوا بتلعنوا سلسفيلها على الفيسبوك وتويتر وبتاع، ايه الفجاجه والصفور اللي هي عاملاه ده، واول ما نشوف ايه يا نجمه الجمال ده. للاسف ده حاصل يعني، بس احنا علينا ان احنا نقول الصح والغلط، وكل واحد بقى بعد كده بيتحاسب لوحده.